بس عامة انا شايف ان الكلية بجد مختلفة جدا عن المدرسة امم جدا. من حيث كلية هندسة بالذات، حيث بقى المذاكرة، من حيث طريقة التعليم. انت في المدرسة كنت تمسك كتاب تقعد تقرا فيه، بتهايلايت زي العبيط كده، تقعد تهايلايت على اي حاجة، خلاص هتحل امتحانين ثلاثة انت كده بيرفكت ودخلت قفلت على اي حاجة. امم في الكلية انت ممكن تبقى بتدرس، هندسة بالذات يعني انا بتكلم عن هندسة، ممكن تبقى بتدرس وبتقرا وبتشوف مصادر من على النت تلاقي سؤال، ايه ده، ايه ده. بس انا مذاكر كل محاضرات الدكتور، كل السكاشن، شفت كل حاجه متعلقه باللي انتوا قلتوه، ايه ده. يس يس. فالكليه بتلعب على الحته دي، وبتلعب كمان على جزئيه، يعني حتى نفس الدكتور كان بيقول لنا ايه. جينا مره قلنا له يا دكتور احنا دلوقتي مش قادر ادخل الامتحان اقفل الامتحان، مش كسكور، ان انا اخلص الامتحان، انا مش عارف اخلص الامتحان. فهو قال يعني ايه تخلص الامتحان؟ فبقول له يعني احنا عايزين نخلص الامتحان، مش لازم اقفله، بس اتليست ابقى حله كله، حتى لو في حاجه غلط او حتى لو في حاجه مثلا مش عارف، بس عادي حله كله. قال مستحيل طالب في هندسه يدخل مخلص امتحان. قال الامتحان ده مثلا انا بحطه ان انا كدكتور هحله في ساعه، سي. قال بقوم حاطط الوقت بتاعه ساعه. انت طالب مستحيل تحله زيي، مستحيل. انا اللي حاطط الاسئله وانا عندي علم اكتر منك، فانا هحله في ساعه، انت مش هتحله في ساعه. امم هو عاملها على هذا الاساس. ستيل 1 كان في دكتور جاب الميد ترم ده جبت فيه 6، قام قايل بنكلمه عن ان الوقت كان قليل جدا يا دكتور واحنا ما لحقناش نحله وبتاع. قال لي ده انا حليت الامتحان في ساعه، اللي حليته في ساعه وربع. قلت له دكتور بس امتحان الميد ترم كان مدته ساعه. قال ما انا حليته في ساعه وربع، فانا كنت متوقع منكم تحلوه مثلا في ساعه، ساعه و10، فسؤاله هيضيع منكم ولا حاجه. مفرخ. اللي هو بالعلم بتاعك انت حليته في ساعه وربع، انا هحله في ساعه ازاي؟ لا عامة ستيل 1 تعرف ان انا بالنسبة لي، مع اني انا يعني تحت تهديد ان انا اشيل ستيل 2، بس بقول لك ستيل 1 اصعب من ستيل 2 بالنسبة لي. هو انا ما اعتقدش ان انت في محل ان انت تتكلم على الستيل اصلا. ليه يا عم؟ ما اعتقدش ان انت في محل ان انت تتكلم على الستيل، يعني انت ليه؟ انت بتبوس رجل الدكتور دلوقتي عشان تعدي، اه بس انا جايب 55 من 60 اعمال سنة في ستيل 2. ومحتاج ال 12 درجه. مش عارف اجيبه. محتاج 12 مش درجه. عارف اجيب 12 درجة. انا فعلا كان وضعي مزري في الامتحان، بس والله ستيل 1 مشكلتها اكواد وحفظ وحاجات كتير. مم. ستيل 2 انت لو فهمت الليلة هو كونكشن يا باشا، هتقعد تجيب المومنت من هنا ومن هنا ومش عارف ازاي والشير والنورمال وكده، وتقوم داخل معاك ايه ايكويشنين بنحلهم، اف اكشوال اف ايكوفالنت، اتعشت متفق معاك. روح خلصت. بس لا ستيل 1 انا ما بحبش الحفظ خالص، ما بحبش مواد ديزاين اصلا فيها حفظ كتير، فدي انا كانت عامه مشكلتي. بالنسبه لي الاثنين ستيل ما كانوش عاملين ازمه، لان انا كنت مبصمجها. يعني لو انت تدخل هتلاقي سؤال بيقول كذا، الستبس 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3، ادخل زي الفايبريشن كده. مم. ماده ما عدتش عليها بجنيه، انا ما اعرفش بتقول ايه اصلا. هو الراجل كان قال لك اوبن بوك، انت بتدخل، انا عارف ان السؤال ده لو جه كاتب ستبس كده هتعمل، وكنت مديها حتى للعيال عندنا ورق مطبوع كده، هتعمل 1 2 3، 4 5 دول بتاع العيال الدحيحه، فانت مش هتعرف تعملهم ولا انا هعرف اعملهم، فسيبهم. 1 2 3 ادخل هات 60% من المساله، اخرج اللي بعده، وهكذا بقى. لا فعلا في مواد عامة حاسس ان هي ملهاش لازمة، يعني يا ريتها ما عدت علينا. ده كده كده طبعا فايبريشن. ما قصدنا، كنت لسه اقول ما قصدناش على الفايبريشن فايبريشن، عشان ما نبقاش بنخبط في مع الحلل. اني بعشق الدكتور بتاعها، وانا بس كمان الفايبريشن بصراحة. ما عدتش عليها. لا هي ما عدتش عليا لسبب، لا خلاص بلاش نقول السبب. قول السبب. يعني هي ما عدتش عليا فعلا لان يعني هو كان العلم طويل قوي، كان علم كبير، احنا كنا بناخد علم كبير قوي وبروفس وحاجات. فانت بتلاقي نفسك في الاول وفي الاخر يعني في الايزي واي ان انت تحفظ مسائل قديمه. طبعا اتمنى ان ما نبوظش اي حاجه للاجيال الجايه، عشان ممكن لو حد شاف الحلقه دي يغير الامتحانات. مش احسن اتنين عامه تاخدوا منهم نصيحه؟ اه واتمنى يعني ما فيش دكتور يغضب ويقوم مغير الامتحان بتاع بس الشباب انا اللي جاي ويسقطوا. بشكل عام والله شايف ان الهندسه حلوه جدا، هي بتغير الفكر. خد بالك انا بجد لحد دلوقتي شايف ان الهندسه رائعه الجمال. انا جي بي اي تعبان، الدنيا جايه عليا، واصلا معايا 3 مواد الترم ده بس، يعني عشان انا مخفف على نفسي بقيه الترمات، ويعني بدعي ان انا اعدي، يا رب اعدي، يا رب اخلص مشروع التخرج على خير. انت اوفر، انت هتعدي. خد بالك المادتين الجايين اقسم بالله انا مرعوب منهم جدا جدا. اكبر دليل ان احنا مرعوبين ان احنا سايبين المذاكره وقاعدين بنعمل ده بجد بنصور حلقه. احنا عندنا اصلا مشروع تخرج الساعه 2 بالليل والدنيا خربانه وقاعدين بنصور حلقه. فانا شايف ان الهندسه فعلا بتغير الفكر،
رائعة الجمال. هي صعبة فشخ، والدنيا كلبة، الدنيا بجد وعمرك ما هتعرف تعمل بالانس الا من رحم ربي بتوع السي سي اي. عمرك ما هتعمل بالانس بين حياتك الشخصية، اللي هو انا مثلا بروح الجيم، بنزل تمرين سباحة مش عارف ايه، والجامعة بقعد على القهوة وبلعب ومش عارف ايه، بسافر مع اصحابي، والجامعة اللي هو تجيب جي بي اي عالي يعني. انت بتلصم في الجامعة اللي هو جي بي 2.5، جي بي 2 وربع، 2 و6، وبتخرج وتسافر، انت كده طالب بيرفكتو. لو رجع بيك الزمن تدخل هندسة؟ لو رجع بيا الزمن 100 مرة هدخل هندسة في 99% منهم. لو رجع بيا الزمن ادخل هندسة، بس مش جامعة القاهرة. ليه؟ علشان هندسة جامعة القاهرة انت بتاخد علم كتير جدا، وبتمتحن امتحانات صعبة جدا، بتستفيد من ناحية علمية كبيرة جدا. لو انت اصلا يعني هتطلع علامة. علامة او ريسيرشر هتستفيد. بروفيسور على رأيك. اه، او بروفيسور. ولكن لو دخلت مثلا هندسة زي جي سي، جي سي جامعة صعبة، وهندسة فيها صعبة مش سهلة، بس في نفس الوقت انت عندك اكتيفيتيز، وعندك تقعد تعمل مسابقات، في هيومن انتراكشن، في حياة، فاهم؟ وفي يعني طبعا غير الانفايرمنت اللذيذة يعني. ف لا جي انت كنت مقدم اصلا في حاجة منهم؟ انا قدمت في الجي سي واتقبلت وجبت من درجة عالية جدا في الاي كيو تيست، مم. اعلى من كل اخواتي، وده كان فخر ليا ان انا اعلى من كل اخواتي. اخواتك يشوفوا الحلقة عامة في مكتر. انا كنت عالي، كنت عالي في امتحان الاي كيو، كنت مبسوط قوي بقى وهدخل الجي سي. ولكن والدي كان له رأي اخر، علشان انا تمردت. كان طبعا احنا امريكان ممكن ندخل طب او هندسه على حسب اس اي تي 2 هناخد فيه ايه. انا تمردت وما كنتش عايز ادخل طب. مجموعي اصلا ما كانش يجيب، بس ما كنتش عايز ادخل طب خاص. يعني كنت عايز، لو مجموعي كان يجيب كنت دخلتها غصب عن عيني يعني، بس انا الحمد لله مجموعي ما جابش. الحمد لله. وكنت من الاول متمرد وما كنتش عايز ادخل طب خاص، فبسبب التمرد ده ما كنتش هدخل جامعه خاصه، هدخل جامعه حكومي، هندسه جامعه حكومي، ولو ما جاتليش هندسه جامعه حكومي اخش حاسبات جامعه حكومي. يا فكان ريتك دخلت حسابات. لا، بصراحه ليه؟ خلص بقى هيزعلوا مني. بص احنا هنقعد نرغي اه، ونقط وزي ما تيجي براحتنا. تيجي. احنا نقط براحتنا. اه انا خلاص هنعتبر ان انا بتكلم معاك، انت ناخد راحتنا. ماشي. لو دخلت حاسبات فانا هقعد اشقى علشان في الاخر ابقى سوفت وير ديفلوبر. وواحد خد كورسين يبقى زيك. واحد خد كورسين يبقى زي. بس انا لما الكلام ادخل ده هيزعل ناس كتير اهو. اه بس انا لما ادخل هندسه، فانا في هندسه انا باخد حاجه النو هاو بتاعها صعب. طبعا ما بنتكلمش عن مدني، اي حد يقدر يبقى مهندس موقع ويقف يبني مبنى، بس مش اي حد يقدر يديزاين مبنى على الايتابز او كده يديزاينه صح. اي حد يقدر يستخدم ايتابز، اي حد يقدر يتعلم ايتابز، ما حدش اي حد يقدر يتعلم العلم اللي في الايتابز، وليه المومنتات عامله كده، وليه التورشن عامل كده، والحاجات دي كلها. فالمهم ان انت تتعلم حاجه النو هاو بتاعها سهل. هتضيع 5 سنين من عمرك ضيعهم في حاجه النو هاو بتاعها صعب، ومش اي حد يقدر يقلدك، عشان لما تطلع تبقى المنافسه يعني مم. تعرف تنافس. فبس عشان كده عمري ما ادخل حاسبات يعني يا معلم. فعشان كده انا بالنسبه لي مهم موضوع النو هاو ده. طيب، لو انت لما تطلع ناوي تشفت كارير ولا تكمل في مجال هندسه؟ لا انا هكمل في هندسه. انا هكمل في هندسه واعمل بيزنس متعلق بهندسه. اوكي، بس اه. مش عايز تبقى مهندس؟ مش عايز ابقى مهندس موقع، مش عايز ابقى شغال في المنظومه. اوكي. يعني بالنسبه لي في كونسبت بيقول لك انا مش عايز اعمل في المنظومه، انا عايز امتلك المنظومه. ودي انا لسه قاريها في كتاب عامه، عشان عمر قال لي هنعمل حلقه وبتاع، فحبيت ابقى مثقف. بس يعني ما انت مش هتمتلك المنظومه اول ما تتخرج كده يعني. ده كده كده. بس ممكن تسعى لامتلاك ده المنظومه كده كده. وانت تبدا ببزنس صغير، واحده واحده تكبر وكده. ده املك يعني، مش عايز مم. تبقى مهندس. طب افرض كان قدامك اوبشن ان انت تشتغل مهندس موظف، بس في مشاريع تحفه، بتقدم حلول تحفه لستراكشرز تقريبا شبه مستحيل انها تتنفذ، وانتوا اللي بتنفذوها، بتقدم فعلا فاليو، مم. ولا تعمل مثلا شغل عادي جدا تقليدي ويبقى بتاعك انت؟ لا اد فاليو. انا كمان. اد فاليو. سين. انا شايف ان الهندسه مدني عامه كلها تقليدي امم جدا، الا بقى لو انت فعلا بتمسك حاجات زي حديد مثلا. ترجع لحته انه ان انت المهندس المدني لازم ياخد م... آه... المهندس المدني لازم ياخد حقه اكتر من كده، حتى لو هو مم. شغال ورا المهندس المعماري. المهندس المعماري بيعمل سكتش، تمام،
مدروس بيه المساحات، ومدروس السيرفيسابيلتي بتاعت المكان مع الجماليات والحاجات دي كلها. طبعا ده مبني على كلتشر وكتب وحاجات هو عارفها عن المكان اللي هتتبني فيه، وازاي ده هيخدم في سكوب كبير قوي هو بيبوت ان برسبكتيف قبل ما يعمل سكتش. بس المهندس المدني طلع يحرق عينه. لك ده كله بقى. اه. يعني انت راجل عمال تحلم وبتحلم احلام جميله جدا، زي حديد مثلا بتعمل مشاريع منتهى الجمال. في واحد برضو صيني حضرت له مؤتمر في الاي سي، انا مش فاكر اسمه بجد، بس هو كان عامل فعلا كميه حاجات اللي هو رائعه. بس انا اصممه لك ازاي؟ يعني انت عايزني اصمم لك ده ازاي؟ امم. فاللي بيصمم ده المهندس المدني اللي بيجي يصمم ده، انا شايف ان هو مستحق كريدت اكتر من كده. انت اساسي. عارف اسم زها حديد بس مش عارف مين المهندس المدني اللي عملها ده. انت عارف زها حديد عملت ايه بس مش عارف مين اللي عمل ده، مين بقى اللي يعني ايه صمم ده، مين بقى اللي عمله. هي دي بقى امم. التركايه، هو ده بقى الشغل الصعب. فانا شايف ان احنا محتاجين كريدت اكتر من عارف كده. حتى برج العرب اللي في دبي، مم. اللي هو اللي شبه الشراع ده اللي على البحر، آه، لما جم يتكلموا عنه اتكلموا عن المعماري بتاعه. الدوكيومنتري بتاعه اتكلموا عن المعماري، ما جابوش سيرة المدني اللي طلع عينه. طلع عينه عشان الريح، وطلع عينه عشان المية، وطلع عينه بمية حاجة. والراجل يعني عمل تجارب وقعد يشوف المية لما تخبط في الكاوتشات اللي هو حاططها هترد ازاي وتطلع، وعمل مكعبات خرسانة كده يعني تراينجلر، حاجة عاملة زي تراينجلر بريزم، ومخرمة دواير من كل جنب عشان المية تلف جوه وتخبط وتطلع تاني. الراجل عمل اختراعات جامدة، بس جابوا المعماري العظيم طبعا. اللي عمل الديزاين. الرسم. بيتعبوا عامه وبيعملوا شغل حلو، بس انت مستحق يعني انا شويه كريدت. مم. ما تقوليش انت تقف في موقع، طب ما انا بقى عملت لك البتاع اللي انتوا عاملينه. ايه؟ الستاتيكال سيستم الحاجات. انا عامل لك برج خليفه. ايه؟ مثلا لا، برج خليفة. برج برج خليفه. خليفة تقريبا المبنى الوحيد المهندس الشركة عامة بتاعت الاستراكشر اللي اشتغلت عليه خدت خد فعلا الكريدت الكريدت بتاعها. بامانه. بس لانهم عملوا مستحيل. انا مش لازم اعمل المستحيل عشان اخد اصل ده عامل كريدت. المستحيل. اي. المفروض برج خليفه ده ما كانش يطلع كل ده. هم بداوا بقى اللي هو كل ما يبنوا حته، طب ما نطلعه كمان شويه زياده، نطلعه كمان شويه زياده. فانت بتلعب على حته ان انا اصلا كنت عايز ابنيه مثلا كده، لا عمال اكبره اكبره. فالناس ساعتها خدوا كريدت. بس مم. ده مستحيل. طب انت بالنسبة لك لو تشتغل مهندس معماري ولا مهندس مدني؟ مدني. برضو. مدني برضه. حتى لو مش تاخد الكريدت. انا شايف ان مدني. اوكي. بس صعب تعمل اسم وانت مهندس مدني. ممكن صعب تعمل تعمل اسم في اسم. السوق، بس صعب اه بس تعمل صعب اسم مع جلوبال الناس. يعني. اه. صعب تعمل اسم يرن يعني في ودن الناس كده، اللي هو زها حديد، انت اي حد ماشي في الشارع بيبقى عارف مين زها حديد. لان الناس اعتقد ده ليه علاقه بان الناس تقبلها الحاجات للشكل الجمالي اه اه. للشكل الجمالي اعلى بكتير من تقبل الحاجات التكنيكال. مم. انت في الاول وفي الاخر انت بتبص على اي حاجه مبنى مثلا تقول ايه ده. مين اصلا ده الناس اللي مش دارسين مش بيعرفوا الفرق بين اه المدني والمعماري. انت لو رحت تجيب مثلا شقه جديده بتقول يا ده مش عارف مين الشقه المعماري دي مش عارف العظيم اللي ايه. عمل لو ايه الفيلا الجامده دي. طب ده الفيلا دي ده انا واخد اسبان مش عارف قد ايه عشان اعمل واعمل لك قبه وي وي وي. انت مش باص ده كله ولا مين الجامد اللي عمل دي. بالظبط. عندي سؤال. تسال. أه... البي جريد بتاع المهندسين المدني انت شايف انه فير مقارنة بالمهندسين المعماريين؟ بكل امانه انا ما اعرفش مهندسين معماريين بيقبضوا كام. المهندسين المعماريين بيكسبوا كويس، المهندسين المعماريين بيكسبوا زي مهندس الستيل، يعني مش مم. هقولك اكتر من كده. انا شايف عامه انه الرواتب بتاعت المهندس المدني مظلومه بسبب حوار الموقع. هو ممكن يجيب اي حد يقف في الموقع، اي عامل. خلاص فهمت الليله طلع في الموقع. هو بس الاستشاري اللي بينزل يبص تمام ده بقى محتاج يبقى مهندس، انما الموقع ده اللي هو انا بس محتاج واحد شخصيته قويه وصوته عالي. لا بس في ريجوليشنز، يعني مثلا هم لو المبنى وقع او حصل فيه مشكلة تنفيذية، مهندس الموقع بيتجاب هم يتشمط. هم حاطين مهندس الموقع علشان يحطوه. بيتشمط. اه انت ماضي، فكل اللي فوق ما حدش هيلبسها، فيقعدوا ينزلوها لحد ما ابلع. تلبس في وشك. فدي نصيحة لأي حد عايز يشتغل مهندس موقع، طبعا يشتغل مهندس موقع لحد ما ربنا يكرمك، بس حاول تطلع منها على قد ما تقدر بأسرع وقت ممكن. عامة نصيحتي لأي واحد في ثانوية عامة، أنا أختي في ثانوية عامة تمام. وهي كانت بتفكر في هندسة، بس هي كل ما تبص لي تقول لي لا مش عايز أدخل هندسة، مش عايز أبقى زيك وأسهر وبتاع. هي مش فاهمة إن إحنا بس بنسهر ساعة الفاينل والجو ده، وإن أنت فعلا الكلية سهلة جدا. انت بامانه كداب يا ابو هي صلاح. الكليه صعبه جدا. الكليه صعبه فشخ بكل امانه، الكليه صعبه فشخ. بس بتطور من مهاراتك يعني بجد بتخليك تعرف تفكر بطريقه تانية اوكي. تماما. قبل الكليه بعد الكليه انت بتفكر بطريقه مختلفه تماما.
تمام. ومش من ناحيه نضج سنا وبتاع، لا، غيرك غير الباقي. اعتقد غير موضوع التفكير، انت بيبقى عندك شوية ديسبلين اعلى بكتير. تبقى خلاص عارف يعني ايه التزام، يعني ايه انت هتعمل حاجة وانت مش حاببها، هتقعد على يعني هي المكتب، تشتغل تحت ضغط. هتقعد على المكتب وتشتغل وانت مش حابب. يعني ايه قبل التسليمة ب5 دقايق مشروعك يضرب، وتقعد والناس قاعدة بتبريزنت وانت قاعد بتعدل في المشروع عشان البرزنتيشن بتاعتك جاية بعد 5 دقايق. يعني يعني ايه صاحبك في التيم ما يكونش عمل برزنتيشن اصلا وانتوا داخلين بتعملوه قبل ما تدخلوا؟ شيخ يعني هيفرح بالكلام ده أوي. شيخ. ف... فلا بتتعلم فعلا حاجات كتير، وبتتعلم بتوصل يعني برود اعصاب. انت عارفني انا ما عنديش برود اعصاب، خالص. بس اقسم بالله انا برود الاعصاب، انا اعصابي دلوقتي بارده جدا مقارنه بزمان. عمر، انت من اسوأ الناس اللي اتعاملت معاهم من ناحيه العصبيه. ميرسي. عصبي متسرع، مفيش برود، مفيش اي حاجه. كانش لازم الناس تعرف الكلام يعني ده. معلش. جماهيرك برضه يعني لازم يبقوا عارفين تقول الكلام لي عشان انا عصبي؟ قصدك ايه؟ ده. ما تهزرش. ما تهزرش. بس صدقني تبلدت عن زمان بكتير، على الاقل بقيت اتعصب مش اخاف. بعدين الكليه بتعلمك برضه البرود بقى، اللي هو خلاص بقى انت جبت 25 يا عادي، مم. قشطه. انت شلت يا قشطه، عادي، حصل خير. مش عايز اشيل. عايز اتخرج. انت اهلك عملوا ايه اول مره شلت فيها؟ لا عادي، لان انا كان عندي two of my siblings في هندسه. ف اه، فمتعودين. بس احنا ما بس كانش عندنا حد في هندسه يعني، خالي بقى وكده. ما فيش حد في الجيل ده كان غيري هندسه، ف فانا كنت اول واحد ابلع. فانا لما جيت شلت اول ماده بقى، ابويا كلمني قال لي انت شلت؟ قلت له اه. قال لي عامه انا زعلان منك جدا، انا ظهري اتكسر. وقام قافل في وشي، خلاص خلصت الكول. ياه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ايه ده؟ المكالمه البشعه دي؟ انت ليه حملت الموضوع اكبر من حجمه؟ ظهري اتكسر ليه يا حاج؟ دي ماده. دي فيزيكس. ما بتكسرش الظهر احنا عادي. لو عايز تنصح الشباب اللي عايزين يدخلوا هندسه بقى، تنصحهم يعملوا ايه؟ واحد عايز يدخل هندسه، يدخل ولا ما يدخلش؟ ولو عايز يدخل وخلاص وانت مش عايز تكئبه من حياته، يعمل ايه؟ بص، انا لحد دلوقتي بحس بالذنب، لان انا كنت في تخصص، وكنت في سمر نازل ماده اللي هي فيزيكس وانا عشان شايلها. وجي ابو واحد بقى، كنت انا في تخصص كنت باخد ماده سمر مزودها. فجاب واحد بيقدم له في الجامعه، والواد فرحان وداخل كله امل وعينه بتلمع وبتاع. قلت له اهرب، ما تدخلش. وابوه ساعتها بص لي اللي هو انت بتقول ايه؟ قعدت انصح الواد اقول له ما تدخلش هندسه، هندسه صعبه ومش عارف ايه. هندسه سهله جدا. هي صعبه جدا ماشي، انا معاك، هي صعبه جدا. بس بجد ادخل هندسه، انت حابب هندسه ادخل هندسه. انا حتى بقول لاختي كده وفي الثانويه عامه، انا بقول لها ادخلي هندسه، مم. ادخلي المجال اللي انت حباه ومش عارف ايه. كل الكليات صعبه وكل المجالات هتقابلي فيها عقبات، وهندسه هتقابلي فيها عقبات اكتر من الباقي، بس هتعلمك ازاي تحليها كلها. مم. هندسه فعلا صعبه بس بتخليك قادر تحل ده كله. بتدخل كويزس، انت مش لازم تبقى مذاكر كل حاجه، انت بس محطوط تحت ضغط ازاي اطلع باكبر سكور ممكن اطلع بيه في الامتحان. عامة انت كده كده لو عايز تبقى ناجح في اي حاجة هتلاقيها صعبة. ده كده كده. فانت حتى لو دخلت كلية سهلة عشان تنجح في المجال بتاع الكلية دي، انت هتاخد كمية كورسات صعبة، وهتعدي بحاجات صعبة عشان تنجح. خد كورسات. ما تعتمدش ان انت قاعد في الجامعه قشطه انا هاخد علم الجامعه واروح بقى اطبقه على الشغل بتاعي. مستحيل. ده في هندسة. ده كمان بالذات في هندسه. ما باشمهندس تعتمدش تامر كان ما خالص. كانش بيقول كده الحلقة اللي فاتت؟ باشمهندس احمد تامر، انا شفت الحلقه ويعني لقيته بيقول ما مش لازم تاخد كورسات اي تابس ومش عارف ايه انا خدتها كلها بصراحه. انا اخدت كورس اس اي كامل. بس هو الفكرة اللي باشمهندس تامر كان بيتكلم فيها ان انت ما حتة، تدفعش فيها فلوس. اه، وان هي النو هاو بتاعتها سهلة، يعني هتعلمها المهم تعرف التكنيكال خد كويس. بالك، خالي قال لي نفس الكلام، يعني قال لي انت ما كانش لازم تدفع فيها فلوس، قال لي انا خدتها كلها من غير ما ادفع فيها فلوس. امم. هي دي كان الكومنت الوحيد. بس هل انت لازم تبقى متعلمها؟ اه لازم اتعلم. طبعا ايوه، اشتغل في الديزاين لازم اصلا. ابقى شغال باي تابس وساب وسي اس اي كولوم وسيف و ايه تاني، بريموفيرو لازم ابقى متعلمه. لازم اعرف اعمل فانكشنز اكسل كويس. آه لازم اعرف كل حاجه. بعرف امسك اي برنامج اشتغل عليه. لان انت مش هتروح تقف في المبنى يقول لك اتفضل احنا عندنا مبنى صممه، فانت تقعد بقى ورقه وقلم وبسم الله الرحمن الرحيم ابدا مانوال كالكوليتر واحسب انت مم. البرامج دي بتسهل لك كتير، لازم اتعلمها. اوكي. فانا دلوقتي لو طالب عايز يدخل وبيقول لك ان هي لو صعبة، to what extent ممكن تقول له ان هي صعبة؟ ايه النصايح اللي تقدمها له
انا اقول لك نصيحتي مثلا للطالب. نصيحتي عامه للطالب اللي لسه عايز يدخل هندسه، من واحد خلاص على بيبان التخرج. ما تضيعش وقت كتير في انك تفكر هي سهله ولا صعبه، قد ما تضيع وقت في ان انت تفهمها. انا ضيعت وقت كتير في اني اصيح، ضيعت وقت كتير في اني اقول انا في كليه صعبه، مم. كليه صعبه، فانا بجيب درجات وحشه، وتقعد تجلد في ذاتك، وتحس لازم تبقى حاسس انك عارف you feel sorry for yourself، ومش عارف ايه والكلام ده كله. في الاخر هي زيها زي اي حاجه، مم. هتتعلمها وهتلاقيها في الاخر. لو فهمتها مش هتكون سهله، بس هتكون دوبل، يكفيها ان هي تكون دوبل، ممكن تتعمل. مم. بس عامة نصيحتي نفس الكلام. اهدى شويه على نفسك، والموضوع اسهل من كده. ما تصعبش الموضوع على نفسك، ما تحطش على نفسك تحت بريشر انت اوريدي محطوط. ما تزودش على نفسك البريشر بقى، والكليه صعبه وانا طلعان عين اهلي ومش عارف ايه. اهدى شويه على نفسك، الحياه بسيطه وهتعدي. يا عم يمكن تموت بكره، خليك فريش، هتخلصها وهتشتغل وهتعمل. يا عم مش عاجباك بعد ما تشتغل اعمل شيفت كارير عادي. الحياه ابسط من كده شويه، ما تصعبهاش على نفسك. امم الكليه صعبه، وعمري ما هقول ان الكليه مش صعبه. انا عديت بالخمس سنين الحمد لله، احنا خلصناها في 5 سنين الحمد لله. احنا معانا زمايلنا 6 و7. في واحد كان بياخد معايا ماده الترم اللي فات كان بقاله 10 سنين في الكليه. اقسم بالله ده كان اخر ترم ليه ويتفصل من الكليه، لان ده كان الترم رقم 20 ليه. امم واللائحه بتقول ان اقصى ترم ممكن تاخده هو الترم رقم 20. يعني انت ممكن تقعد في الكليه 10 سنين بس، لو ما عدتش خلاص البقاء لله. امم فكان معايا فعلا بقاله 10 سنين في الكليه. الواد مستمتع جدا وعادي، واخد الحياه ذهبيه، وبيشتغل جنب الكليه ومش عارف ايه وبتاع. فانا شايف ان فعلا الكليه صعبه جدا جدا. بس انت اهدى على نفسك، ما تحطش نفسك تحت بريشر زي ما بقول لك كده. حاول دايما تبالانس. لو انت عندك حياه مثلا، لو انت عايز تركز في الجامعه بس وكارير وبتاع وكده، تقدر تنجح وتجيب جي بي عالي جدا، وتقدر تبالانس بين اللعب وان انت تهاف فن وكده وبرضه الجامعه. في ناس بتعملها، انا يعني ما رحم الله عرفتش امرئ اعملها. عمرو قدر نفسه. انا ما عرفش اعملها خالص. ايوه. فانا كنت بهاف فن وبنجح، مش لازم بقى جي بي اس 3 جي بي بتاعي 2 وحاجه كده. انا كمان مش بي بتاعتنا، بس اتنين وحاجه اعلى من الاتنين وحاجه بتاعته. يعني اعلى، ها تفه عشان بيحب يعيش الدور علينا بس. بس اعلى. بعدين انا نازل، انا جاي من تحته. هو هو كان عشان كان 1.77 هو انا برضو كان كان عنده 1.64. كونسبت، لو انت بتجري من نمر المهم تبقى اسرع بالظبط. من فانا صاحبك. خليت النمر يمسكه عادي يدعكه. عادي. قال لك لو انت بتجري من نمر مش مهم تبقى اسرع من النمر، المهم تبقى اسرع من صاحبك. كونسبت لذيذ، هو كونسبت منطقي. محترم. انا ما كنتش صح. بحبك، ايوه. بس عامه هو منطقي. صح. فانا شايف ان عادي، ايزي كده، خد الحياه بسيطه وهاف فن واتبسط في الجامعه، لان دي بامانه فتره شبابك. امم انت بعد كده لما تدخل شغل مش هيبقى عندك وقت ان انت تهاف فن. هتبقى بتهاف فن قليل قوي، بتقعد مع اصحابك قليل قوي، بتشتغل طول اليوم، بتروح حتى عقليتك كبرت ان انا بدل ما اروح الشغل مطبق هنام. ايوه. هاخد حاجه جديده، هزود النولج اللي عندي، هزود الكورسات اللي عندي. امم فاهدى فتره الجامعه كده، فتره روشه، حاول تتعلم فيها، تخرج باكبر يعني قدر ممكن من اقل قدر ممكن من الخسائر. لقيت نفسك مش جاي معاك الجي بي اي، خد كورسات. مش جاي معاك كورسات، ركز على الجي بي اي، ما تبقاش عبيط يعني. يعني هو حاجه من الاثنين. انا الجي بي اي كان ضايع، بدات خلاص كورسات بقى. ايوه. تعالى بقى كورسات، وانزل مواقع، انزل تدريب. يعني احنا عندنا السمر 2، انا نزلت 3. وفي ال3 كنت بقعد مده اكتر من اللي هم طالبينها. يعني في اول واحد طلبوا اسبوعين، انا كنت قاعد شهر. في التاني كانوا طلبوا 6 اسابيع، انا قعدت شهرين ونص تقريبا. شهرين ونص وبنزل امم كل يوم وقشطه، معلومات جديده بتاخدها ومش عارف ايه. في التالت انا نزلت وكامل نفسي، اللي هو يلا انا نازل اقعد شهرين كده ولا حاجه. شوف بقى كورسات. بريمافيرا ما كانش ليه علاقه لينا قوي بمجالنا، هاته. بس انا كنت بدفع فلوس. يعني باشمهندس احمد تامر كان بيقول لك يا ريت ما تدفعش فلوس، لان انت المفروض فعلا كطالب هندسه يبقى عندك النو هاو. انا عارف الشكل المومنت، انا عارف شكل الحاجه، انت بس بتحطها على البرنامج، بتحطها على السوفت وير، امم ايزي. فهو كان بيتكلم في كده كلام يحترم جدا، بس انا ما كانش عندي النولج دي بقى. يعني ما كانش عندي نولج ان انا ممكن ما ادفعش فيها فلوس. فانا كنت باخد كورسات فيها فلوس ماشي عادي.